مرحبا بكم في قناة فن ومشاهير. سعد المجرد يرتدي مثل شاكيرا. دنيا بطمة متواصلة في تقليد هيفاء وهبي. رضوى الشربيني تقلد ليلى أحمد زاهر. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها 65 بإطلالة شبابية. أصبحت إطلالات سعد المجرد غريبة بعض الشيء، تارة يلبس مثل شاكيرا، وتارة مثل رشدي أباظة، وتارة أخرى إطلالة غير مفهومة لأن نصفها ونصفها الآخر. نشرت رضوى الشربيني هذا الأسبوع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي نفس إطلالة ليلى أحمد زاهر. هل هذا معقول؟ الفرق الوحيد أن رضوى ارتدتها بطريقة محتشمة. برأيكم من الأجمل؟ دنيا بطمة أطلت شهر 5 من السنة الماضية بفستان جميل، فظهرت مي سليم بنفس الفستان في احتفالات رأس السنة، وكل منهما ارتدت الفستان بطريقتها، أي منهما ارتدت الفستان بالطريقة الأحسن. أما عن دنيا بطمة فهي متواصلة في تقليد هيفاء وهبي، فبعد هذه الإطلالة ظهرت وهي ترتدي حذاء طبق الأصل لحذاء هيفاء وهبي الذي اعتبره الجمهور سرقة واضحة، لكن حسب رأيي كل هذا مقصود لجلب الانتباه وتسليط الضوء عليها، ولتكن دائما ترند على كل وسائل التواصل الاجتماعي. حسب رأيكم ما هو سبب تقليدها لهيفاء وهبي المتواصل؟ هل للترندات؟ أم هدفها جعل محمد الترك يتحسر على طلاقها؟ احتفلت سميرة سعيد بعيدها 65 بإطلالة شبابية عصرية، وكتبت تحت الصورة بما معناه أنها فرحة بعمرها وأنها محاطة بالحب والاهتمام، وقامت بشكر الجمهور وتمنت لهم سنة جميلة ورائعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والضغط على الجرس.